ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل حاجه زي دي من البدايه للنهايه، ودي سلسله جديده ان شاء الله. تمام، وهي ازاي ممكن نعمل منتج زي كده. انا عاملها على دي، عملتها قبل كده ومنزل الفايل بتاعها، هتلاقيه موجود على التليجرام او هتلاقيه موجود في الفيديو بتاع الطارات اللي هو ازاي تعمل طارة خطوبه او ازاي تعمل بصمه والكلام ده كله. تمام، هتلاقي الفايل موجود، عملته ونزلته من ساعتها. بس احنا دلوقتي احنا مش جايين نحمل ملف، احنا جايين نتعلم ازاي نعمله. فعلشان نتعلم حاجه جديده فالمره دي هنعمل تعديل بسيط وهنغير في شكله شويه، عشان احنا جايين نتعلم نعمل حاجه، مش عايزين نخش نحمل تصميمات وبتاع والكلام ده كله. تمام، اللي هنعمله المره دي هنخليه بدل ما هو شكل دائري، هنخليه شكل كده ايه يعني مستطيل، يعني هنشوف دلوقتي مع بعض هنعمله ازاي ونتخيل شكله ازاي. تمام، في البدايه عشان انفذ الموضوع ده بعمل مستطيل بالمنظر ده كده. مثلا على سبيل المثال هنخلي عرض البصمة بتاعتنا هيكون 20. تمام، هنخليها مثلا 200 ملي هنا بالمنظر ده، وبخلي الارتفاع بتاعها 30، بخليها 300 العكس، بعتذر. تمام، فهنقلبها هنا خلاص بالمنظر ده كده. ده كده المقاس بتاع البصمه بتاعتنا. هنعمل الموضوع بقى ازاي، اللي هو بتاع جزئيه عاليه وجزئيه واطيه والكلام ده كله. هناخد من ده كوبي، ناخده كنترول سي كنترول في، تمام، بالمنظر ده، ونبدا ان احنا ننزل سيكا على سبيل المثال بالمنظر ده كده. هنبدا نعمل ايه؟ هنجيب الجزئيه دي كده، او دي الجنب، الجزئيه اللي هي الصغيره اللي عملناها، وهنبدا ان احنا نصغرها بالمنظر ده، هنجيب اللي فوق ونعكسها بالمنظر ده كده حاليا لحد ما تسناب معاك. يعني انت لو لاحظت هتلاقي تلاقي الماوس كده بيقف لوحده هنا، واخد بالك؟ تك. تمام اهي ماشي، معنى ذلك ان هي حاليا في الميد بوينت. تمام، كويس قوي. طب بالنسبه بقى للدوران اللي فوق ده، الجزئيه اللي هي الارش اللي جاي فوق ده، هنعمله ازاي؟ هنيجي على القفل اللي هنا ده ونفكه بالمنظر ده، ونجيب المربع ده على سبيل المثال. اكتب اي رقم، يعني تكتب 500، المهم فاهم، كتبت اي حاجه هتلاقيها جابت معاك الارش من الاول للاخر زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، ان في الاول وفي الاخر هي هيكون ليها ليميت. تمام، وده برضه نفس الكلام. لو كتبت مثلا 50 مش هتيجي معانا، لان احنا العرض بتاعنا تقريبا 150، فلو كتبت 150 كده بقت مظبوطه. لو كتبت 200 هتلاقيها برضو ما اتغيرتش، ما حصلش فيها اي حاجه. تمام، كويس قوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي واخدين الجزئيه دي كوبي بالمنظر ده اهي، تمام، ونيجي وناخد برضو نسخه من دول كده كلهم على بعض، ونيجي نعمل لهم ويلد هنا بحرف الدبليو. لو عايز تعرف فيديو الاختصارات هتلاقيه موجود في الاي اللي فوق، او هتلاقيه موجود على القناه ازاي عامل الويلد اختصار. لو مش ظاهر عندك هتلاقيه ظاهر فوق كده اهو، يعني على سبيل المثال هنا هتلاقيه هنا. تمام، ده الويلد، او ممكن تخش من اوبجكت بعد كده شيبنج بعد كده ويلد. تمام، فدي خلاص كده، دي الجزئيه الاكريليك خلصنا منها الحمد لله. نيجي بقى للجزئيه دي اللي احنا هنعملها. تمام، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ باجي هنا على اليمين او على الشمال بعد الزر، وبعد كده بختار اداه الكونتور، وببدا اللي انا اعمل كونتور واعرف قيمته. اعرف قيمه الكونتور ازاي؟ بيبقى من فوق هنا ظاهر قيمه الكونتور بتاعي. فعلى سبيل المثال انا هخليه 5 ملي. 5 ملي يعني نص سنتي. تمام، ممكن نخليه مثلا 7 ولا حاجه عشان يبقى متين شويه معانا. وبعد كده بضغط على كنترول كي، او باجي محدده من جوه الكونتور بتاعي، وبضغط على بريك كيرف ابارت. تمام، او بريك كونتور ابارت. تمام، وبعد كده انا خلاص عرفت ان هو 7. باجي اعمل بقى شرايط هتكون 7. بعتذر الماوس عندي بقى بيعمل فيه مشكله دبل كليك. تمام، فبخليها هنا 7 ملي بالمنظر ده كده، وببدأ اللي انا اظبط المقاس بتاعي، او اللي انا اكبرها شوية كده بالمنظر ده. تمام، خليها كده وليكن. تمام، وبعد كده بضغط على كنترول دي كنترول دي كنترول دي. انا ليه عملتها 7؟ بحيث تبقى الشكل متناسق، يبقى كله زي بعضيه. يعني هنا انا مش بعدل على حد، بس هتلاحظ ان في حاجه كده مش مظبوطه، هتلاقي فيه شرايح تخينه وشرايح صغيره. احنا عايزين مثلا ان احنا نخليهم كلهم زي بعض. فبضغط كنترول سي كنترول اي، وباجي على الاين اند ديستريبيوت، وابدا اللي انا اوزعهم بالمنظر ده. ممكن اخلي الفرق بينهم كمان 7 ملي بالطريقه دي كده اهو، وابقى وزعتهم والفرق بينهم 7 ملي. طب انت مثلا ممكن يكون عندك الالاين اند ديستريبيوت مش موجود، ممكن تيجي تعمل ايه؟ تحددهم كلهم كده جنب بعض، تسنابوا على بعض، و
تيجي شايل اللي في النص بالمنظر ده كده. انت خلاص وزعتهم برضو هي تمام. ف يعني طريقه برضو تمام. فكده تمام، حاليا متوزعين الدنيا تمام. باجي رصصهم هنا، بخلي مثلا اول واحده عندي هنا بسنبها مع دي تمام. وبعد كده ابدا اللي انا اوزع. طب انا لو لاحظتوا حاجه هتلاقي هنا في الجزئيه دي صغيره، ممكن اصغر يعني مش هيفسد للود قضيه زي ما بيقولوا مش هتبان. فببدا ان انا المهم كده على بعض شويه، وممكن اعمل كومباين للاجزاء دي كلها وارجعهم تاني مكانهم. وباجي على الكونتور الداخلي وبضغط على باك ماينس فرونت بالمنظر ده. كده انا عملت ايه؟ كده انا حاليا عملت الشبكه الذهبي بتاعتي. فانا برضو عشان ابقى متخيل الوضع وانا شغال بعمل ايه؟ ببدا ان انا ادي الشغل بتاعي الوان تمام. بعمله بس كومباين الاول. كده انا عملت الجزئيه الذهبي بتاعتي تمام. فعلى سبيل المثال دي خلاص الشفاف ودي الذهبي، بحطهم على بعض بيسنابوا معايا والدنيا تمام كده. الدنيا مظبوطه والشغل فل الفل تمام كويس قوي. فابقى انا كده عندي دي الجزئيه التانية جاهزه خلاص. انا همسح دي او ممكن ما امسحهاش دلوقتي، او مثلا خلاص مع السلامه وناخد الجزئيه اللي احنا هنشتغل فيها التانية المساحه بتاعتنا نبقى عارفين. انا دلوقتي هعمل مثلا كتبنا الكتاب والكلام ده، يعني هعتقد الحاجات دي بسيطه. اللي ممكن يبقى رخم شويه مثلا الطور الدائري وازاي نظبطه هو والقلب والاسم والكلام ده تمام. ده اللي هنعمله. ونعمل برضو نعقد العهد بين قلبي وقلبه. فهكتبها كده اهو تمام بالمنظر ده. طب ماشي، عايزين نعملها بنفس الطريقه كده وبنفس الشكل وتبقى حاجه قيمه وشكلها شيك. فنستخدم خط الديكو ديكو تايب ثلث تمام. اللي هو الخط ده بيبقى جاي مزخرف وجاهز. ببدا ان انا اكبر الدنيا دي شويه لحد ما الاقيها مناسبه. قد يكون المقاس صغير شويه يعني بتاع البصمه، ممكن نعرضه شويه، بس انا بتكلم كشرح بس ليها. فيعني ما تاخدش عليها قوي تمام. بعد كده بضغط على حرف ال W او بضغط طبعا من فوق زي ما قلت شيبنج بعد اوبجكت، بعد كده شيبنج، بعد كده ويلد تمام. بعد كده باجي هنا على كونتور وببدا ان انا اعمل كونتور للكلام ده تمام. ببدا ان انا اكبر كده سنه ماشي بالمنظر ده. وبعد كده باجي هنا على الراوند كورنرز او على الكورنرز بتاعت الكونتور بخليها راوند بالمنظر ده كده. وممكن ان انا اصغر سيكه اعتقد كده تمام ماشي. وببدا ان انا اغير اللون مثلا اخليها مثلا اصفر ولا حاجه. اخليها كده فيل تمام. وخلي الجزئيه اللي فوق دي وبخليها بالاسود مثلا، بس بحيث برضو ابقى فاهم الدنيا. بس طبعا انت بتدي الحروف اللي جوه دي او الحاجه اللي جوه دي لون مختلف عن اللي بره. يعني على سبيل المثال بندي اللون اللي بره اسود خلاص قطع، وبخلي اللون اللي جوه ده مثلا لبني ولا تركواز ولا اي حاجه كده اهو بالمنظر ده، بحيث ان المكنه تفهم ان ده هيتعمل له كات مش هيتعمل له يعني هيتعمل له انجريف ولا ايه، مش هيتعمل له كات. والاسود هو اللي هيتعمل له كات، يعني الاسود هيتقص واللبني ده هو اللي هيتنحت او هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده تمام. خلاص كده دي عملناها برضو. اعتقد انها سهله وبسيطه. كتبنا الكتاب برضو سهله وبسيطه شرحناها قبل كده. الاسامي انا اكيد مش هشرح ازاي نكتب الكلام ده. هنعمل بقى ايه؟ الدوائر دي. طب الدوائر دي تتعمل ازاي؟ ان شاء الله سهله و طريقتها مش تاخد معانا حاجه. بعمل دايره الاول، بشوف مقاس الدايره المناسب ايه. مثلا ممكن نعملهم ونوزعهم كده يعني على سبيل المثال اي حاجه. احنا برضو على سبيل الحصر يعني لا اكثر ولا اقل. فبجيب الدايره دي وباجي على اداه الكونتور. برضو اداه الكونتور بنستخدمها كتير جدا في الشغل بتاعنا، فلازم تبقى عارف ازاي تستخدمها ومفيده جدا يعني. ف ده الحاجات الكويسه تمام. بعد كده باجي مثلا كاتب هنا ماشي نكتب برضو رحمه بهذا الشكل، وباجي مكبرها. ممكن نستخدم نفس الفونت لو عاوز او ممكن نستخدم فونت اللي هو العريف رقعة ده تمام. طبعا انت شايفه بتلخبط. فبضغط على ويلد، بعد كده بضغط على بريك كيرف ابورت، وبعد كده بديله اوتلاين وبعمل نوفل بحيث الدنيا كلها تظهر معايا بالمنظر ده ماشي. ببدا ان انا ارتب البتاع ده. احيانا بتبقى فيه خطوط تعمل كده لكن مش كل الخطوط. فبالمره يعني طالما عمل معانا يبقى نشوف الدنيا تمام. بعد كده بولد، بعد كده بعمل لهم كومباين بالمنظر ده،
وممكن دي يعني هو هتبقى رخمة معانا سيكا. ماشي، فمثلا ممكن عايز اظبطها بحيث تبقى شكلها كويس، ف ممكن ان احنا نلفها كده مثلا، نربطها بس مجرد ربط كده باي حاجة وخلاص. ماشي ماشي. بعد كده اجيب نضيفها مع دي وضغط على ويلد. تمام كده انا عملت اسم رحمة. باجي مكبر بقى الدنيا دي شوية بالشكل ده كده. تمام، وباجي على الاطار الداخلي والخارجي محددهم الاتنين وبعمل لهم كومباين بالمنظر ده، وباجي ضاغط محدد الكتابة بالدايرة وبضغط على حرف السي. تمام، بحيث ان انا اسنطر الدنيا دي كلها في بعضها. تمام، بعد كده بضغط على ويلد بالمنظر ده. ممكن ما تظبطش معايا، فبنعمل حركة اسهل او بنعمل حركة تكون ابسط سيكة، وهي اللي انا دلوقتي عايز اخلي نهاية الكلام عندي بالاسم. فباجي هنا لامم الاتنين دول كده مع بعض وضاغط على باك ماينس فرونت، او مش باك ماينس فرونت يعني. هنيجي هنا الاول بس هاخد دي كوبي. تمام، هاجي واخد دي كوبي وهاجي على دي ومحدد دي وضاغط هنا على باك ماينس فرونت بالشكل ده كده. تمام، وهقول لك ليه بنعمل الموضوع ده. يعني هو دي طريقه من الطرق، يعني ليها كذا طريقه تاني بس دي اسهل حاجه يعني. وباجي ماسح الكلام ده وباجي مرجع دي فوق تاني بالمنظر ده كده. ممكن ان انا اكبرها يعني هبابه حاجه كده لا تذكر بالشكل ده، وباجي محدد الاتنين مع بعض وضاغط على ويلد. تمام، بالمنظر ده. ممكن يبقى فيه غلطه كده بسيطه او حاجه بسيطه يعني لا تذكر. انت طبعا بتراعي الكلام ده كله، بتحاول انك تظبطه وبتظبط طبعا مع خطوط تكون مناسبه للكلام ده. تمام، فانا باجي دلوقتي هنا ده خلاص الكلام ده زي ما قلت ان احنا بندي لون عشان نوزع الدنيا. فبدي له مثلا لون اصفر. تمام، اصفر مش مخضر، مخضر شويه ده بصراحه. فكده اهو اديله مثلا لون اصفر. والجزئيه الداخليه طبعا هتتقص مثلا يا اما سبليميشن يا اما اي خشب ابيض. ممكن ان احنا نوزعها برضو لوحدها او ناخدها لوحدها الجزئيه الداخليه دي علشان تبقى عارف انها تتقص. تمام، يعني هو ده اللي هيتقص وهيركب هنا على على دي. انا اخدت اللي بره. ماشي، باجي واخدها كوبي وبعد كده بخليها مثلا اوتلاين هنا وخليها نو فيل. وبعد كده باجي لاغي الكلام ده وواخد الجزء الداخلي بالمنظر ده كده، وده اقدر ان انا اقصه. او ممكن هي من على برنامج المكنه تقص على طول الجزئيه الداخليه من الذهبي. تمام، هتبقى معاك بالمنظر ده. تمام، بالنسبه بقى لكتابه التاريخ على سبيل المثال برضو بالمره طالما جينا على ذكره، فنكتب مثلا 20/9/2023. تمام، انا في الخطوط بصراحه بالنسبه للتاريخ بستخدم خط اسمه ليمونادا. الخط ده كويس وبيبقى شكله ماشي بس في الانجليزي. فبكتب هنا 20/8/2023 يعني النيلة 23. اوكي، وباجي مخليه ليمونادا بالمنظر ده كده. ممكن اخليه ليمونادا كمان اللي هو اللي ادخن شوية بولد. تمام كده بالمنظر ده. وباجي عامل ويلد ليهم، وباجي جايب مثلا شرطة كده من تحت او حاجة، وبتبدأ انك تحدد الدنيا دي كلها. بتكبر بس سنة كده لقدام. ماشي، وباجي هنا ضغط على كنترول كي برضو او بضغط على بريك من فوق وببدأ اللي انا اعلي مثلا التلاتة دي شوية، وباجي محدد الدنيا دي كلها ما عدا طبعا الدواخل. يعني الجزئية بص كده عشان تبقى شايف برضو الدنيا رايحة فين وجاية منين. اوتلاين. اوكي، الحاجات اللي هي الداخلية بتاعة الكلام ده كله انا ما بحددهاش. فالاسهل ليك بتعمل ايه؟ بتيجي محدد دول كلهم ما عدا الشريط، وبتيجي عامل لهم كومباين، وبتيجي محدد الشريط معاهم وتعمل لهم ويلد، وكده الموضوع خلص معاك في اقل من كلام فاضي يعني. تمام، دي قد تكون اسهل طريقة لدمج التاريخ كده مع بعضيه. ماشي، بس كده تيجي بقى تبدأ ترص طبعا الدنيا دي كلها اهي. ماشي، ايا كان بقى احطها في اي حتة. احنا بنتكلم دلوقتي على الشكل العام. تمام، وابدا اللي انا اوزع بالمنظر ده وكده. ده شكل البصمه بتاعتي. انا لو عايز مثلا اللي انا اعمل لها
ستاند، تبقى البصمه على ستاند مش على يعني مش بورد زي البصمات العاديه. ممكن ان احنا نيجي جايين تحت هنا ونحدد الارتفاع بتاع الخشب بتاعنا. على سبيل المثال هستخدم خشب 4.5، فبخليها 4 مللي بس تكفي. تمام. وباجي محددها فوق بخليها تسناب. تمام. هي ما سنابتش معايا اصلا، فعادي ممكن ان انا اوزعها كده. ماشي شكرا. باجي موزعها كده بالمنظر ده، وباجي واخد دي كوبي برضو، خلي منها نسخة. وباجي عامل مثلا القاعدة اللي هي اللي هتبقى تحت، ممكن اخليها نفس عرض البورد، فبكبرها مثلا شوية كده، وببدأ اقفل القفل فوق هنا، وابدأ اللي انا الف الدنيا دي كلها، اديها بس يا دوبك حاجة بسيطة عشان ما تعورش. ممكن تخليها تاخد نفس الشكل اللي هو الدوراني اكتر، فما اخليها مثلا 50 علشان مهما كبرت او صغرت تبقى مظبوطة معايا، ما تفرقش معايا. تمام. بعد كده بضغط على سي واي بحيث انها تتسنتر معايا، وبظبط التخانة بتاعة الاكريليك على سبيل المثال هستخدمه 2.5، فباجي هنا ومخليه 2.5. تمام. وباجي عامل كومباين للشكل ده. انا دي هقصها على خشب 4.5 مللي. تمام. والاكريليك هقصه على اكريليك 2.5، فباجي هنا اعمل لها ويلد كده، اقدر ان انا اركب دي في دي بدون اي مشكلة، تركب معايا مرتاحة. ودي طبعا اقدر ان انا الزق الكتابات بتاعتها هنا، ما بركب يعني ما ببصش دي، لا انا بلزق الكتابات بس. تمام. ودي اقدر ان انا الزقها كخشب ذهبي، وبكده انا قدرت ان انا اعمل بورد البصمة دي بكل سهولة. تمام. ودي طبعا الكتابات بقى الداخلية نقدر ان احنا نقصها سبليميشن زي ما قلت، او تقصها زي ما تقصها. تمام. بس كده ده كان شرح النهارده واول فيديو في السلسلة اللي هو ازاي تعمل منتج بالكامل. عرفني كده انت عاوز ايه المنتج اللي جاي ان شاء الله. ممكن حاجه تخص الخطوبه، تخص الفرح، تخص الدروع مثلا، شكل من اشكال الدروع، او دروع بشكل عام، ممكن نبقى نخترع فيها شويه حاجات. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استفدتوا منه. كان معاكم مازن العجوز، دمتم بخير وسلام عليكم.